السلام عليكم. وصفتنا اليوم شوربة اليقطين الخالية من الجلوتين. نحتاج كيلو من اليقطين مقشر ومقطع لقطع صغيرة، وحبتين من البطاطا الحلوة مقشرة ومقطعة، نص كوب من الأرز المصري مغسول ومنقوع، حبة بصل صغيرة مفرومة ناعم، ملعقتين من البقدونس المفروم. حطينا الخضار في الجدر، أنا استخدمت الجدر الكهربائي للتسريع الطبخ، ونضغط على الشوربة أو ممكن نسويه على الجدر العادي. في القدر نحط زيت زيتون تقريبا ملعقة أو ملعقتين، وننزل البصل بعد ما يسخن الزيت، وبعد ما يتحمر نضيف الخضار اللي سلقناها مع الماء، وبعد ما نضيف الكمية كاملة نضربها بالمضرب الكهربائي، وبعدها نضيف البهارات. بعد ما ضفنا البهارات نضيف الأرز المصري المنقوع، وممكن احنا نضيفه في البداية عشان نغلظ الشوربة وما يبين، بس كل واحد وحسب الطريقة اللي يحبها. ونترك الشوربة تطبخ إلى أن يستوي الأرز المصري، وبعدها نقدمها مع رشة من البقدونس. ممكن نحط الخبز الخالي من الجلوتين المحمص اللي هو بالتوست، وبالعافية عليكم.